كلمني عن نفسك. انا عايز اكلمك عن نفسي اول ما رجعت من الاجازه وكنت بتكلم معاك وانت يعني شيرت معايا فكره انك انت قابلت شخص لسه جاي من الفيركون. اسمع بقى الطلعة دي يا برنس. انا كعبلت في شخص، راجل محترم جدا، عجوز، عامل بوني تيل، شعره ابيض كله، راجل صحته كويسة وشكله نظيف ومرتب وزي الفل. وواقف انا برغي معاه، فبقول له انت بتعمل ايه، رايح فين، جاي منين؟ قال لي لا، انا راجع الولاية بتاعتي، انا كنت جاي هنا كاليفورنيا عشان احضر مؤتمر. فقلت له طيب حلو، ده مؤتمر ايه حضرتك؟ قال لي ده مؤتمر الفرو. فقلت ايوه، زي ما انت برقت لي كده، انا برقت له كده بالظبط. قلت له معلش اشرح لي بس ديتيلز اكتر، شويه تفاصيل، يعني ايه مؤتمر الفرو؟ قال لي لا، ده مؤتمر، ده اول مره يتعمل لسه، وده أول مرة نعمله في مركز مؤتمرات كبير زي اللي عندكم في مدينة أونتاريو دي. و... وحضروا 2500 واحد، وده أول مرة يتعمل. احنا الناس اللي عندها هواية ارتداء بالذات الفرو، مش بدلة، يعني اسمها فرو ده اللي هو بزة. يعني الشياكه، فرو اللي هو لا لا زي لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة، انت فاكر يعني فر حاجات بقى كده. فر، فرو اللي هو جاكيتات الجلد اللي كانت بياقة وفرو ايوه وبتاع؟ ايوه نو ايوه. نو، لا، بدلة فرو على شكل دبدوب، على شكل أرنب، على شكل قطة، على شكل بطة، على شكل أي هبل من ده. ده فقلت فرو له وريش بقى مش فرو وريش وديل والرجل من اللي هي الكبيرة، وإيدين بالفرو لو أنت دب، أو لو أنت أرنب، وديل الأرنب الصغنطوط عند الأمبولة كده يعني. بدلة كاملة بتاعت فرو، زي كاركترات الكرتون. لحظة لحظة، ده يعني ده زي كده عادل إمام في شاهد ما شافش حاجة، البدلة الأسد اللي هو كان في واحد لابس. ايوه ايوه، برافو برافو، هي هو ايوه الممثل بقى اللي كان لابس، نايس. اللي كان عامل اسد ده في القفص بتاع شاهد ما شافش حاجه. اهو دول بس حاجات بقى افخم وتفاصيل اكتر وكده، ينزل بقى راجل محترم كده من بيتهم، واخد معاه الشنطه محترم اه. الكبيره. ما هو راجل محترم شكله، في الاسف، في الاسف ازاي، للاسف. ويروح بقى المؤتمر ده. انا مش عارف بقى، هو انت بتروح المؤتمر بالشنطة وتلبس في المؤتمر، ولا انت نازل؟ لان انا قابلته هو كان مروح، يعني هو كان نازل ماشي من الاوتيل اللي هو فيه مروح، يعني رايح يركب الطيارة. فانت بتنزل من البيت بقى بالبدلة الفرو، وتركب تاكسي مثلا تروح المؤتمر الفرو، ولا انت بتنزل بهدومك محترم ومعاك شنطة وتروح زي الرقصات كده تخش المؤتمر، تغير بقى، تلبس بدلة الفرو بتاعتك وتطلع المؤتمر بقى تمارس فعاليات المؤتمر الفرو بتاعك؟ وده مسافر من حتة لحتة تانية، يعني ده ده من واحد ولاية في قطع الإيست. تذكرة. في الإيست. اه ده قعد له مثلا بتاع 6 ساعات في الطيارة. 4 ساعات، 4 ساعات في اوكي. الطيارة عشان يجي يحضر مؤتمر الفرو الأول، البدل يعني الطلعة دي مثلا بتاع ما لا يقل عن 2000 3000 دولار. ده على الأقل. ف... فإحنا حضرتك بصدد مؤتمرات الفرو وبدل الفرو الكرتونية. أنا مش عارف، أنا دماغي هتروح مني خلاص يا معلم. بس نرجع مرجوعنا تاني ال الابعاد الفلسفيه والاجتماعيه يا استاذ مشمش. مفيش أبعاد يا، أنت اسمك إيه؟ استاذ سمسم، سمسم. أستاذ سمسم، سمسم بيه. أنت سمسم بيه راكبة أكتر جدا عليك من أستاذ سمسم بيه. مفيش أبعاد يا محترم، إحنا هنخيب ولا إيه؟ مفيش حاجه اسمها ابعاد، لا ابعاد ايه؟ دي ازاي ما. ناس مجانين، يعني ايه انا بقى عندي 70 75 سنه ابقى جاي بفروه، جايب بدله فروه على شكل ارنب، ولا على شكل قطه، ولا على شكل بطه، ولا على شكل ايا كان، واروح بيها مؤتمر؟ بص يا ابن الناس معلش، يعني استحملني بس ايه 45 ثانيه.
اتفضل. استحملني 45 سنه. الواقع ده اللي الناس بتتفق عليه. فلما يبقى في مجموعه من الناس، وكل ما المجموعه دي كبرت يبقى هو ده الواقع المقبول. فاذا كان في كونفنشن، في مؤتمر بيلم الناس دي، فده معناه ان في عدد كفايه من الناس اللي مسافره من حتت مختلفه في الولايات المتحده علشان يتلموا في المكان ده. يبقى ده واقع ما تقدرش انك انت تنكره. فطالما ان ايوه يا هو عم. واقع، يبقى انت لحظه بقى، انا جاي لك في اتفضل. الكونكلوجن. اتفضل. يبقى انت حيث ان ده واقع، فانت محتاج انك انت تفكر في الابعاد الفلسفيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي مرتبطه بهذا الواقع. ما في ما ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ فلسفة واجتماعية وواقع، انت ده عبث، ده عبث، بس ما تهزيش، انت بتحاول تمنطق الاشياء ليه؟ دي ناس مخابيل، ده بيقول لك حضروا 2500 واحد. ده اول مؤتمر في التاريخ، ده اول مؤتمر يعملوه وحضروا 2500 جثة. الواحد متفتح وكول وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس في عبثيات كده اكستريم يا معلم. ما فيش حاجة اسمها كده، لا في انا ما ابعاد بقول ولا في فلسفه ولا في بطيخ. هو ده هبل وفضى، وناس معاها انا فلوس مش مش لاقي مختلف حاجه معاك ان تعملها. هو هبل وفضى. انا متفق معاك تماما، ده كويس. هبل وفضى. بس الهبل والفضى ده لما يعملوا 2500 واحد مفروشين في القاره اللي اسمها امريكا، يبقى دي ظاهره محتاجه ان احنا نقف عندها كده ونتامل. لا بس هو مش محتاجه تامل، لان هو ده عبث، ده خلل في المجتمع ده. هو انت في اوروبا، ما انت عايش في اوروبا بقالك سنين، في عبث من ده بتاع ستار وورز كونفنشن وستار تريك كونفنشن ومش عارف هاري بوتر كونفنشن وفير مش كونفنشن. لدرجه، مفيش هقول لك قوي، مش مفيش لدرجه ده. مش لدرجه كونفنشنز هم بس. ما عندهم عبث في تاني. في سمول كلابس، في ايوه. سوشيال جروبس اللي هم بيحبوا بقى يعيشوا في العصر الفيكتوري في انجلترا، ويلبسوا امم. مش عارف عامل ازاي، ويمثلوا ان هم ايوه. من 250 سنة. دولت موجودين. موجود زيهم هنا برضو. فكرة الاستهلاكية التوحشية اللي موجودة عندكم في أمريكا، يعني هي هتوصل لنا، بس هي لسه ما وصلتش لهذه الدرجة. فانت بس ما عندكش مستثمرين اللي هو هيجي وهيروح مأجر فينيو عاملة قد كده في فندق 5 نجوم، وعامل اعلانات وتارجت، تارجت كوميرشلز واتراكشنز وفندرز ومش عارف ايه. هي دي بس النقطة الوحيدة اللي ما بيننا وما بينكم. ثانية واحدة. فانيو ايه وفندق 5 نجوم ايه؟ ده واخدين انا اونتاريو كونفنشن سنتر، مركز المؤتمرات. ده مركز، ده اونتاريو كونفنشن سنتر، ده كبير جدا، مش اهو. مش قاعة افراح في اوتيل. دي مصيبة سودة. انا برضو تفكيري على قدي مش انت لا محدود برضه، لا انت في امريكا هنا، ده مؤتمر وفي سكيورتي وفي هيلمان اما لازم هيلمان. ما لازم يبقى في سكيورتي اه. زياده. ما هو في عبث، في اكيد حاجه تحت السطور، بين السطور في حاجه تحت الترابيزه، ما فيش حاجه اسمها كده. يا اما بقى علاقات بقى غير سويه، يا اما انا مش عارف فانتسيز بقى معينه. انت لازم تفكر فيها ان انت الناس دي ما عاشتش مثلا طفولتها وشبابها بالطريقه الطبيعيه، عشان فضلت تجري ورا الفلوس وورا الشغل وورا اهو الهوس بتاع امريكا. اهو ايه؟ اهو. انت ايه؟ دلوقتي بتتكلم في البعد النفسي بتاع الظاهره، يبقى الظاهره ليها ابعاد. يا عم اهو. ماشي ماشي. طيب، انت بتلاقي ناس مش عارفة تمشي وبيركب عربية سبورتس وهو عنده 65 و70 و75 سنة، لأن هي دي اللي كان بيحلم بيها وهو عنده 25 30 سنة. اه. بس شغلته اللي كان بيشتغلها مش قادرة تخليه يجيبها دلوقتي، ففضل يحوش عشان لما ياخد الريتايرمنت بلان يجيب بيهم العربية الماستنج ولا العربية الكورفات اللي مش عارف يركبها وينزل منها، لأن أنا مش هينفع أركب عربية وأنا عندي 75 سنة وعندي روماتيزم وروماتويد ونيل على دماغي، اركب عربيه ارتفاعها 50 سنتي من على الارض.
فهو ده اللي انا بحاول ان انا اقول، يمكن دول بقى ما عاشوش طفولتهم ومراهقتهم، بس ليه؟ ما هو انا مش فاهم، انا مش فاهم. بس هو انا بيتهيألي انت جبت جزء كبير من الموضوع، ان هو انك انت بتوصل لمرحله مرحله من الفاينانشال مينز، انك انت الامكانيات الماديه بتاعتك بتبتدي ان هي تبقى قويه. الظروف الاقتصاديه بتاعت المكان بتاعت البلد كويسه. تروح رشش عليها رشه انديفيدواليزم وفرديه، ثقافه فرديه، ان هو انا وانا بحب ايه وانا عايز ايه. فانت تروح حاطط ده كله ده في الخلاط، يروح طالع لك فير كونفنشن عليه يلا العوض يلا، ومنه العوض. عليه العوض ومنه العوض فعلا. عليه في العوض ومنه الناس، العوض. الناس مخها راح يا برنس. خلاص خلاص، كل سنه وانت طيب يا استاذ. ايوه.